السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بالتواصل معكم مجددا من خلال هذه القناة الفتية، قناتكم كلام في الاقتصاد. أود في البداية أن أشكر الجميع على تفاعلهم من خلال تدخلاتهم ومداخلاتهم وتعقيباتهم، أسئلتهم، عتابهم في بعض الحالات، وهناك من عاتبني كثيرا وهناك من انتقدني كثيرا، وكان الانتقاد يتفاوت بين انتقاد الصديق والرفيق، وهناك من انتقدني انتقادا لاذعا وصل في بعض الأحيان إلى حد الإهانة والشتم والسب، ولكنني أنا أسامح الجميع، فنحن في بداية الأمر وفي نهايته إخوة، ويجب أن نتسامح فيما بيننا وأن يعذر الشخص أخاه. مداخلتي اليوم سوف تكون تتمة لمداخلة كنت قد قدمتها بخصوص الناخب الوطني جمال بن ماضي، ولقيت في ذلك انتقادات كثيرة أحترمها، خاصة ممن قال لي: يا أستاذ، يجب أن لا تخرج عن الموضوع وتبقى في مجال تخصصك وهو مجال الاقتصاد. وأنا على كل تطرقت لموضوع الرجل ليس من باب رياضي، فأنا لم أنتقد لا سياسته ولا خططه ولا طريقة لعبه، ولم أنتقد اللاعبين ولم أنتقد أي شخص، ولكن تكلمت عن مبادئ إنسانية، مبادئ رجولية، مبادئ الجزائري الذي يحب وطنه ويقدر مساهمة الرجال في صنع تاريخ للمنتخب الوطني. الرجل أولا وقبل كل شيء هو جزائري، قدم لنا عدة إنجازات، أخطأ في عدة إنجازات أخرى، حتى وإن اختلفنا معه، وإن أردنا أن يذهب من هذا المنتخب فيجب أن يخرج بطريقة محترمة دون المساس لا بكرامته ودون الاستهانة بإنجازاته، وهذه هي الرجولة، يجب أن لا ننكر جميل الآخرين. مداخلتي اليوم سوف تكون شرحا، لأنه هناك الكثير من أخطأ ويخطئ في حق الرجل بكونه أمضى عقده مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بجواز سفر فرنسي، متناسين أن هذا الرجل كان يحمل نفس الجواز الفرنسي عندما تم التعاقد معه كلاعب في سنوات سابقة، فهناك كان يصنع الفرجة ويصنع الفرحة وهو لاعب، ولم يتحدث أحد عن جواز سفره الفرنسي. بل هناك من أصبح ينتقد تعاقده مع الاتحادية الفرنسية مع الاتحادية الجزائرية بجواز السفر الفرنسي، وهو في يوم ما قال: لو ابني استدعي من طرف المنتخب الفرنسي لكرة القدم والمنتخب الجزائري لكرة القدم لطلبت منه أن يختار المنتخب الفرنسي، دون الدخول في متاهات شخصية مع أي كان. أنا اليوم بصدد شرح آليات أو أثر التعاقد بجواز السفر الفرنسي والتعاقد بجواز السفر الجزائري من الناحية المالية، معناها ما الذي ستربحه الجزائر أو ما الذي ستخسره الجزائر عندما يتعاقد الناخب الوطني بجواز سفره الفرنسي. في البداية أود أن أقول أن الوطنية أو الجنسية أو الانتماء لبلد ما وانتماء لشعب ما لا يقتصر على جواز السفر، فهناك الكثير من الخونة ويحملون جوازات سفر جزائرية فقط، كما أنه هناك الكثير من الوطنيين كانوا يحملون في وقت ما جواز سفر فرنسي فقط، وهم جزائري الأصل والمنشأ، من بينهم اللاعب الدولي القدير القديم سي مخلوفي الذي كان فرنسيا ويلعب في الفريق الوطني الفرنسي، وترك كأس العالم الذي كان سيشارك بها في صفوف المنتخب الفرنسي والتحق بالثورة الجزائرية، وهو لم يكن يحمل جواز سفر جزائري. فحملك لجواز سفر جزائري لا يعني أنك وطني، وحمل الجزائريين لجوازات سفر لدول أجنبية أخرى هي محصلة ميلاد في بلد معين، العمل في بلد معين، هناك يعني ظروف أخرى تجعل الشخص يحمل جوازات سفر أخرى. أما استخدام جواز السفر الفرنسي في التعاقد مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم فأثره المالي في الجزائر ما هو؟ أولا، أنا شخصيا من الناحية المالية جمال بن ماضي
كان أكثر وطنيا وأكثر براغماتية وأكثر عمليا عندما تعاقد مع الاتحادية الوطنية لكرة القدم بالجواز السفر الفرنسي. وربما ما أعيبه على الكثير هو أنه لما تعاقد مع الاتحادية الوطنية أو الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بجواز السفر الفرنسي، لا أحد تكلم على هذا التعاقد أنه تم بجواز سفر فرنسي. لما أخذ المنتخب الوطني كأس إفريقيا في 2019، لا أحد قال بأن هذا الناخب الوطني كان قد تعاقد مع الاتحادية الوطنية بجواز سفر فرنسي. لما كانوا يحققوا الانتصار تلو الانتصار، لم ينتقد أحد هذا الجواز السفر الفرنسي. لما كان يعمل في صمت ويلقى استحسان وسمي حتى وزير السعادة، لم يقل أحد أنه يتقاضى أجرة كبيرة جدا وحسب له بالملايين. لا، الكل كان ينظر لمجهود الشخص ولنتائج المنتخب الوطني فقط. لكن لما أخطأ، لما خسر، لما أخفق وتحمل المسؤولية، الكل عاد لجواز السفر الفرنسي وكأنه جريمة لا تغتفر. وحتى لا أدخل في متاهات سياسوية أخرى، أود أن أبقى في الجانب المالي. تعلمون أن الناخب الوطني الأسرة ديالو تقطن خارج الوطن في قطر على ما أظن، وعليه فهو إنسان يعمل من أجل الإنفاق على أسرته، وبالتالي حتما الأجرة التي سوف يتقاضاها في الجزائر يجب عليه أن ينقلها إلى خارج البلد لكي ينفق على أسرته. نأخذ المثالين. ماذا لو تعاقد جمال بالماضي مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بجواز سفره الجزائري؟ أولا، سوف يعتبر مقيما، بمعنى من الناحية القانونية يجب أن يمنح أجره بالدينار الجزائري. بمعنى أجرة جمال بالماضي هي 208 ألف يورو للشهر، ولنقل أنها 200 ألف يورو للشهر. إذا كان جمال بالماضي يريد أن يحصل على هذا المبلغ بالدينار الجزائري، لأنه هو يقيم أجرته 200 ألف يورو وأنت تمنحها له بالدينار الجزائري، الاتحادية الوطنية أو الاتحادية الجزائرية لكرة القدم سوف تكون مجبرة على تحويل هذا المبلغ إلى دينار، وبالتالي سوف تمنحه بالدينار الجزائري ما يقارب 5 ملايير سنتيم. 5 ملايير سنتيم. علاش؟ نقولوا علاش. لأن الرجل إذا أراد تحويل العملة إلى الخارج لن يستطيع أن يحولها عن طريق البنك، لأن البنك لن يمنحه 200 ألف يورو بسعر رسمي، حتى المبلغ لن يمنحه له، لأنه مقيم ولا يحق له تحويل 200 ألف يورو. فيكون مجبرا أنه منين يشري اليورو هذا؟ يشريه من السوق السوداء. ناخب وطني تتعامل معه بباسبور جزائري وتمنحه 5 ملاير لكي تجبره أنه يذهب إلى السوق السوداء ويشري اليورو بمبلغ 240 دينار لليورو حاليا بسعر الصرف الحالي. هذا إهانة لكرة القدم الجزائرية، للناخب الوطني، للجزائر، للنظام المصرفي الجزائري، للقانون الجزائري، للبنوك الجزائرية. إهانة أن الناخب الوطني يدي أمواله بالدينار ويروح للسكوار يشري 200 ألف يورو، ثم لما يتحصل على 200 ألف يورو ب5 ملايير سنتيم كيف ينقلها إلى خارج الوطن؟ عن طريق البنوك؟ غير ممكن. سوف ينقلها في حقائب تجار الشنطة، سوف يكون مجبرا أن يذهب إلى تهريبها بالمصطلح العامي. ناخب وطني
رسمي، قائد من قادة فريق الجزائر الأول، تجبر أن يتعامل في السوق السوداء في تغيير العملة وفي التهريب على الحدود لنقل عملته إلى الخارج. هذا شيء غير مقبول، هذا لو يتم بجواز السفر الجزائري. لكن لما يتعاقد بجواز السفر أجنبي، قد يكون فرنسي، إنجليزي، ألماني، أمريكي، فهو يعامل كغير مقيم، وبالتالي يحق له أن يخرج أمواله عن طريق المصرف. فكيف يتم تسديد أجرته؟ مباشرة الاتحادية الوطنية تسدد له 208 ألف يورو عن طريق البنك. بشحال تسددها الاتحادية الوطنية لكرة القدم؟ تدفع للبنك مبلغ حوالي 3 ملاير و16 مليون أبوبري، 3 ملاير تدفعهم للبنك، والبنك يعطي لها هذا المبلغ من الأورو اللي تمدوا أجرة للمدرب أو الناخب الوطني، واللي يتمكن أنه يخرجها خارج الوطن عن طريق القطاع المصرفي. وبالتالي الاتحادية الوطنية لما يتعاقد معها بجواز سفر جزائري تمد له 5 ملاير للشهر، ولما يتعاقد معها بالجواز السفر الفرنسي تمد له 3 ملاير للشهر. لما تمد له 5 ملاير بجواز سفر جزائري يكون مجبر أنه يذهب للسوق السوداء لتحويلها إلى عملة صعبة، ومجبر أنه يهربها على الحدود لكي يأخذها إلى عائلته للإنفاق عليها. ولما تمد له 3 ملاير سنتيم تمدهم للبنك، البنك يمد لها 200 ألف يورو، ويقدر يمنح له الحق أنه يحول الأموال ديالو بطريقة سلسة عن طريق الجهاز المصرفي. سوف يحترم أولا قانون الصرف، ويحترم أولا سعر الصرف، لأنه هنا في حالة جواز السفر الجزائري الدينار الجزائري سوف يطلب الأورو بسعر 240 دينار جزائري لكل يورو. ولما يتعاقد بجواز السفر الفرنسي الدينار الجزائري سوف يطلب اليورو بسعر 145 دينار جزائري لكل يورو. إذن التعاقد بجواز السفر الفرنسي يخدم أولا الدينار الجزائري أنه قيمته تكون مقبولة، لأنه يشري اليورو ب 145 ماشي ب 240 في السوق السوداء، أنه يحترم إجراءات تحويل الأموال إلى الخارج ويديها بطريقة قانونية عن طريق البنوك، معناتها كل حاجة تكون كونتابيليزي، يعني مبوبة، ويكون ناخب وطني محترم ويحترم قوانين الدولة، بحيث أنه أخذ الأجرة ديالو عن طريق البنك وحولها عن طريق البنك ولم يتعدى على أي قانون من القوانين الأخرى. لذلك الناس الذين ينتقدون الناخب الوطني كيف أنه تعاقد مع الاتحادية الوطنية أو الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بجواز سفر فرنسي، ويتحججون بكون ذلك يتم لكي يذهب معهم إلى نزاعات قضائية بكونه أجنبي، نقول أنه هذا شيء مجانب للصواب. التعاقد بجواز سفر فرنسي كان يخدم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ويخدم القطاع المصرفي الجزائري، ويحترم قوانين الجمهورية، ويحفظ كرامة الناخب الوطني، ويحفظ حتى السيولة التي تدفعها الاتحادية الوطنية أو الاتحادية الجزائرية لكرة القدم من خزائنها. التعاقد بجواز سفر فرنسي يكلف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في حدود 3 مليار سنتيم للشهر. التعاقد بجواز سفر جزائري كان سيكلف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم 5 ملايير سنتيم، إضافة إلى التعامل في سوق السوداء وتهريب العملة للخارج لكي ينقلها إلى مقر سكنه في الخارج. نظن أن هذه هي النظرة التي يجب أن يتكلم بها الناس اللي يتكلموا على جواز السفر الفرنسي. ولكن نحن الآن في عصر ننتقد الجزائري الذي يتعامل بجواز سفر فرنسي، ولكن لا أحد ينتقد الأجانب الذين يأتون هنا بجوازات سفر أجنبية خاصة عادية، وذلك يعود إلى
إلى ربما مرض نفسي لبعض المنتقدين الذين يتصيدون الهفوات ويحاولون أن يوهموا الرأي العام أن التعاقد بجواز السفر الفرنسي هو إهانة بالنسبة للجزائر، ولكن في آخر المطاف التعاقد بجواز السفر الفرنسي قام بادخار 2 مليار سنتيم عن كل شهر. معناها الجزائر أو الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في كل سنة توفر 24 مليار سنتيم بتعاملها بجواز السفر الفرنسي مع الناخب الجزائري. إن كان في كلامي خطأ أو هفوة استسمح الجميع، وكان هناك من يصحح لنا من الاتحادية الوطنية لكرة القدم فليتفضل مشكورا. هذه هي مداخلتي التي أردت أن أستوضح فيها بعض الأمور في خصوص الجوانب المالية أو الأثر المالي للتعاقد بجواز سفر جزائري عنه بجواز سفر أجنبي. أتمنى أن لا أكون قد أغضبت الكثيرين. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.